كل شيخ وله طريقة، وأنا طريقتي في بصل الكشري المقرمش إن أنا باغلفه بالنشا أو بالدقيق. النتيجة بتطلع ممتازة، ولو هتقطعوه حلقات رفيعة بالشكل ده لازم تقليب مستمر علشان نفك الحلقات من بعض، وكلها تتغلف بالزيت وكلها تتحمر، وميبقاش في حاجة اتحمرت وحاجة لأ، أو حاجة اتحرقت أو حاجة لسه لونها فاتح. هنقلب كويس جدا وهنبدأ إن احنا نفصلهم من بعض، بعد كده هتشوفوا بقى احلى قرمشة. ده الشوية اللي انا طلعتهم في الاول، وده شكل البصل وهو متغلف بالنشا. انا هنا كنت عاملاه بالنشا، عايزين تعملوه بالدقيق تمام، بس انا بفضل النشا كمان لانه بيطلعه كده فاتح ولونه حلو قوي ولونه ذهبي، بيكون فعلا مقرمش وحلو قوي قوي. بصوا بقى شكله خطير حلو جدا، وحقيقي طريقة مضمونة. هتسمعوا بقى كمان صوت القرمشة دلوقتي وهتشوفوه عامل ازاي. جربوا الطريقة دي وهتعتمدوها، ودايما هتعملوها ببصل الكشري المقرمش. وبألف هنا وشفا. اسمعوا القرمشة.